السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام. هذا تحليل للإعلام الجزائري على مباراة مصر والجزائر. لا تنسى الإعجاب بالصفحة. في أنه المنتخب المصري ب10 لاعبين يطلع يضغط عليك في الدفاع، يمارس عليك الضغط العالي هذه المهمة اللي كان منتظرا للمنتخب الوطني الجزائري أن يقوم بها بعد خروج اللاعب المصري بالبطاقة الحمراء. احنا اللي نضغطوا عليهم في منطقتهم، نخنقوهم محمد، ما نخلوهمش يتنفسوا، ونسجلوا لهم ونلعبوا لهم بدفاع متقدم. حدث العكس في الكثير من اطوار اللقاء. المنتخب المصري لعب لنا بدفاع متقدم وضغط علينا الى درجه انه استخلص الكثير من الكرات في دفاع المنتخب الجزائري، واجبر رفقاء بن سبعيني على ارتكاب الكثير من الكوارث في الخط الخلفي اليوم محمد. فبربكم اين هو التكافؤ في مباراه اليوم محمد؟ الفرص الخطيره والفرص الحقيقيه المنتخب المصري كان احسن منا ب10 لاعبين يا ناس في التمركز فوق ارضيه الميدان والانتشار. المنتخب المصري كان احسن منا بكثير محمد. احنا كنا فوضويين اليوم محمد، لعبنا كان فوضوي، ما عندنا حتى طريقه وما كاش بناء لاعب. اذا شتو كان بناء لاعب سامحني، نعم مترف لديه ما يرد به عليك. كي نكمل سمعناه مترف قبيل ما قاطعناهش كي يكمل هذا. تفضل. نعم ما كانش عندنا بناء لعب. شفتوا اليوم بناء لعب امين؟ شفت بناء لعب في المنتخب الوطني الجزائري، التدرج في الخروج بالكره من الخلف. المنتخب المصري كان يلعب بالمرتدات. المنتخب المصري يلعب خير منا يا حسين، ما يلعب بالمرتدات وراه يلعب ب10 وضغط عليك، دار لك الضغط العالي في منطقتك وهو ب10 لاعبين. وعلاش دار الضغط العالي؟ وعلاش دار عليك الضغط العالي؟ باش يمنعك الخروج من الكره. لا كيفاش لعب بالطريقه اللي لعب بها؟ كيفاش باش دار عليك الضغط العالي ب10 لاعبين؟ لعب بالاربعه، لعب 4 في الدفاع، دار لاعبين في وسط الميدان، وكان يلعب 4-2-3، دار 3 في الهجوم، واللاعبين اللي كانوا يلعبوا على أروقة صلاح هو اللي ولا على الجناح الأيسر، لأن صلاح بداو هما بال4-4-2. صلاح كان كمهاجم صريح مع محمد، ثم لما خرج هاني بالكارت الأحمر صلاح ولا على الجناح الأيسر، وتريزيجي على الجناح، صلاح على الجناح الايمن، تريزيجي على الجناح الايسر، محمد راس حربه، وكانوا بوسط دفاعيين اللي هو اللاعب رقم 5 والنني. واش معناتها هذه حسين؟ معناتها بعد الخروج من بطاقه حمراء مدرب سامحني، المدرب البرتغالي روي فيتوريا تفوق على الناخب الوطني تكتيكيا، استطاع التعامل بذكاء مع الوضعيه عكس الناخب الوطني الذي لم يبدي اي رد فعل بعد الخروج بطاقه حمراء، وبالعكس تراجع مستوى المنتخب الوطني الجزائري. لكن امين كي تلعب كره قدم كلاعب سابق وكتقني، لما تلعب ب10 لاعبين المأمورية دائما تكون صعبة على الفريق اللي يكون يلعب ب11 لاعب. هاو امين هنا تكون جرينتا اكبر. جودة المنتخب الجزائري دقيقة امين، لما تكون جرينتا عالية، نعرفوا ان المنتخب المصري من ناحية القوة البدنية عنده لاعبين اللي يمتازوا بها، وخاصة وشنو هو اللي خلى الفارق امين؟ هو المنتخب المصري كان يدافع 4-4-1. شفنا صلاح كان يرجع تريزيجي مع النني واللاعب رقم 5 يولوا يلعبوا 4-4-1 في الاسترجاع. هذا اللي خلى أن الفريق الوطني ما كاش يلقى الحلول، وخاصة مسؤولية من؟ هنا بالماضي محمد اللاعبين شفنا ان محور الدفاع بالنسبه بن سبعيني ضيع عده كرات مع ماندي. هناك عده تعديلات، هناك ورشات في المنتخب الوطني في المحور الدفاع. مثلا بانه المنتخب المصري في 2010 لما احنا كنا منقوصين عدديا امطر شباكنا ب4 أهداف كامله في مثل هذه المباريات. 2010 نعم، في مثل هذه المباريات انا لا اتفق معك حسين. طرد لاعب من المنتخب المصري انا بالنسبه لي وكاني سجلت هدف، لانه راح تلعب تقريبا اكثر من 60 دقيقه متفوق عدديا. هذا الامر صح للاسف الشديد نقولها ونكررها، للاسف الشديد لم نستغله اليوم. بالعكس شاهدنا المنتخب المصري يعمل لنا ضغط عالي، المنتخب المصري يهددنا في مناطقنا. احيي فقط العوده القويه لنجوم المنتخب الجزائري في اخر دقائق في ال10 دقائق الاخيره. 10 دقائق مباراه. وامين تكلم شيء صحيح 100%. تكلم على انتشار لاعبي فريق المنتخب المصري كان انتشار جيد، لانه وشنو تكلم امين؟ جوده لاعبين المنتخب المصري جوده في مستوى جد عالي محمد. انا مانيش نقص من امكانيات المنتخب المصري. المنتخب المصري قدم مباراه كبيره، كانت هذا محمد انا بالنسبه لي الرابح الاكبر هو المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. كان تنافس كبير، يعني داروا مباراه تحضيريه في مستوى جد